بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ولا عدوان إلا على الظالمين. السلام عليكم يا آدم، أرجو منك الوصول إلينا أذن في هذه المقبرة، تنظر إلى كل محل منها، ترد روحك، أشتك يا ولدي تتروح تكمل دينك. وأنت قادتك حج بيت الله واعتمرك فكانوا قضك فريضة. أنا موات عمري 75 سنة، فعليك بالترويح تزور أمك هالكة، وأنا بعده فعليك أن تتروح تزور خواتك أعماتك، تزور بلادك، يعني يكتمل دينك في زواجتك. أرجوك يا ولدي أنا موات، عليك بالوصول إلينا، فعليك 13 سنة ولم تعد بلادك فأنت خاطئ. الناس يتروحوا إلى كثر غربة على سنتين فالإنسان يخطئ ذنوبه تكثر. شوف يا ولدي هذه الغربة كربة، فعليك أن تتروح إلى بلدك ولا يحرم واحد بلاده، فالبلاد يعني نعمة من نعمة الله، ولا تضيع يعني وقتك، فالوقت نعمة. فعليك بالزواج حتى أنك تنجب يكون من يدعي لك وابه. أنت الآن مقطوع عن التلين، عن الأعمال، عن يعني أشياء كثيرة. الزواج ثمرة، من تزوج فقد كمل نصف دينه، فعليك بعد الدنيا آخرة. أنت هالك وأنا هالك، فعليك أن تتقي الله، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالإنسان يستمع أبوه، يستمع أمه. الذي ما يستمعش ولا يتعب فهو خاطئ، فالخطأ يسلب الإنسان. أرجوك يا ولدي الوصول إلينا، أنا أفدالك، أنا محب لزيارتك، أنا أفدالك يا ولدي. المطلوب أن توصل بهذا الشهر حتى أن أنا أشتغل على زواجتك. أنا كزوجك، أنا كزوجك، ولا تدي حاجة. اشهدوا من أنتم يا أمة محمد، عليك بالترويح ولا تخاف من أي بشر. بيض الله وجهك، بيض الله وجهك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. على آدم، خلاص السفر متى إن شاء الله؟ إن شاء الله قريب والله. متى؟ إن شاء الله بعد رمضان. بعد رمضان هذا؟ الله يحفظه. 2023 بإذن الله. وعد يعني؟ بإذن الله إن شاء الله. خلاص أنا الحين قد كنت بشيل لك وأوديك للباص، بس احتراما وتقديرا لك وللمتابعين. خلاص الحين وعدني إنه بيسافر. متى؟ بيسافر بعد رمضان بإذن الله. الله يسعدك. وتحتاج حاجة، أي خدمات احنا تحت الأوامر. احنا من بلاد واحد والله. الله يطول عمرك. وأنا جيت لعندك يعني احتراما يعني وتقديرا لك. الله يطول عمرك عزيز وغالي. يلا تحياتي لك. الله يحفظك.